والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس السيد الوالي السادة العمال المحترمين السادة أعضاء مجلس الجهة أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال تصفحنا لهذه الاتفاقيات السيد الرئيس لقد تم التركيز لقد تم التركيز على الطرق الوطنيه اكثر من الطرق الجهويه والمحاور، علما ان ساكنه جهتنا وبالخصوص اقليم ميدلند تعيش في عزله تامه اثناء تساقطات الامطار والثلوج. لهذا فان الاعتناء بساكنه هذه المناطق اولى، وتلبيه حاجتها اجدر للتخفيف من معاناتها والحيف الذي انمنا بها منذ عقود. لقد سقط سهوا، ربما سقط سهوا الطريق التي تربط بين الريش أملاك أي تهاني حتى مضايق تضرب، هذه الطريق الجهوية تعد من بين الطرق الهامة من حيث السياحة ومن حيث المناظر. الطريق التي تربط بين الحمات أي تعتو، حيث أن عند تساقط الأمطار واد تزمامات يجعل ساكنة هذه المنطقة في عزلة لمدة تقريبا 3 أيام. كما يجب تقوية الطريق الرابطة بين تم إهمال أو سقط سهوا تقوية الطريق الرابطة بين مرزوقة والوصلي لما لها من أهمية سياحية، والطريق الجهوي 1111 الرابطة بين الطوس وسيدي علي لما لها من أهمية استراتيجية ومنطقة حدودية. الربط بين قطبين سياحيين بين إقليمتين غير والراشدية، بالإضافة إلى أهمية هذه الطرق في تشجيع الاستثمار في المعادن. ومن القطاعات المهمة المرتبطة بقطاع التجهيز هناك قطاع السكك الحديدية الذي ينبغي إحياؤه هذه الشبكة القائمة منذ عقود، مع العمل على توسيعها قصد ربط الجهة بباقي الجهات. وأعتبر أن هذا الاستثمار في هذا القطاع يشكل أولوية قبل الطرق السيارة، وسيوفر النقل لساكنة الجهة التي تعرف الهجرة إلى المدن والشمال والمدن الكبرى من اجل العمل وتوفير لقمه العيش لعائلتهم. وهذه المعاناه كنلمسوها اثناء الاعياد الدينيه، لان النقل السيد ولا كان ساكن في ميدلند وبغى ينتقل يجي من ضربات ميدلند او الناظور ميدلند خصو يقطع الورقه حتى الرساله ولا حتى الانيف. انا حتى مراقبه الاسعار ديال هذا الورق ما كاينش. وفي الاخير اتمنى ان تاخذ هذه البرامج بجديه وتنجز بجوده جيده وتسريع لاخراجها للوجود. واطالب بالعداله المجاليه، ولقد آن الاوان لانصاف ساكنه هذه الجهه. فعلا الانسان يعيش بالحقيقه ولكنه يحيا بالوهم، وليس الفقير من ملك الكثير، انما الفقير من طلب الكثير. والسلام عليكم.